السلام عليكم، معكم سارة في المطبخ. أول شي منحضر القطر، بيلزم لنا 3 أكواب من السكر، بدنا نضيف عليهم كوبين من المي. منحطن على النار ومنضلنا منحرك لحتى يدوب السكر. أول ما يدوب السكر ويبلش القطر يغلي، منضيف نصف ملعقة صغيرة من حامض الليمون أو ملح الليمون حتى يمنع أي تسكير من القطر. منحرك تحريكة واحدة ومنوقف تحريك، منتركه على نار متوسطة لمدة 10 دقايق. قبل ما نطفي النار منضيف ملعقة كبيرة من السمن، بتعطي لمعة حلوة ونكهة لذيذة للهريسة، شوية مي زهر وشوية مي ورد. وهيك بيكون جاهز عنا. منطفي على القطر ومنبلش نحضر الهريسة. للهريسة بيلزملنا 3 أكواب من السميد، منحطن بوعاء. حبة السميد خشونتها وسط، يعني منا كتير خشنة وكبيرة ومنا كتير ناعمة. منضيف على السميد نصف كوب من السمن، مندوبه على جنب، ومنخلط السميد مع السمن ومنفركم بإيدينا لحتى يتغلغل منيح بالسميد. منضيف عليهم هلأ كوب من السكر مع كوب من برش جوز الهند. يفضل البرش يكون ناعم حتى ما يطلع قوامه يزعجكن بالهريسة. منضيف عليهم ملعقة صغيرة بيكنج باودر مع ملعقة صغيرة من سكر الفانيليا. نخلط المكونات مع بعضها منيح، نتأكد انها تمتزج بشكل كامل. هلأ بيصير وقت نضيف اللبن أو الزبادي أو اليوغورت. بدنا نضيف كوب ونصف من اللبن الزبادي بحرارة الغرفة مع نصف كوب من المي كمان بحرارة الغرفة. نخلطهم مع بعضهم منيح لحتى يمتزجوا بشكل كامل. ضوء اللبن قبل ما تستخدمه، إذا كان حامض كتير ما تستخدمه بهالوصفة تما ينزعلكن الطعمة. نمسح صينية الفرن بشوية زبدة أو زيت، فيكن طحينة كمان، ومنمد خليط الهريسة بإيدينا. إذا كان شوي عم يلزق معكن فيكن تمسحوا إيديكم بالزيت. ضغطوا بإيدكن وتأكدوا إنه ما بقى في أي فراغات وإنه كل الجهات متساوية بالحجم. هلأ منعير قبل ما نبلش نقطع حتى تتأكدوا إنه القطع كلها تطلع على كيفكن، ومنبلش نقطع قبل ما تفوت على الفرن. وهلأ على كل قطعة منحط قطعة لوز، منضغط ضغطة كتير خفيفة بالإيد بس لنتأكد إنها قعدت محلها، بس ما تشدوا حتى ما يصير في عندكم تشققات. وهلأ صارت جاهزة لتفوت على فرن محمى درجة حرارة 180 مئوية. منفوتها بالرف الوسط، نار بتكون من الأسفل، من 15 دقيقة ل 20 دقيقة حتى تبلش تتحمر الأطراف عندكم. من بعدها بتحمروها من فوق لحتى تاخد اللون المطلوب. أول ما تطلع من الفرن منسقيها بالقطر لحتى تتشربوا منيح. ما تنزلوا القطر دفعة واحدة، نزلوه شوي شوي بهالطريقة حتى تضمنوا إنه حبات اللوز تضل بمحلها. الصينية اللي عم نعملها تعتبر كبيرة، يعني شوفوا كم قطعة عندكم بتطلع، بتكفي العيلة، فأكيد بدنا نستخدم لها كمية قطر منيحة حتى ما تطلع ناشفة وتكون رطبة من جوا. شفتوا كيف حبة اللوز زحت من محلها؟ إذا نزلتون دفعة واحدة بيصيروا كل القطع بيزحوا من محلهم. كرمال هيك نزلوهم شوي شوي عمهلكن، ولازم القطر يبين عليكن هيك إنه طلع شوي فوق الهريسة حتى تتأكدوا إنها كلها تتشرب من فوق لتحت. غطيت عليها وتركتها تتشرب القطر وتبرد على مهلها، وقبل التقديم نرجع منقطعها مرة تانية لأنه هي بالفرن بترجع بتمتزج شوي من تحت. هلأ صارت جاهزة للتقديم، نكهتها جدا لذيذة وريحتها معباية البيت. شايفين ما شاء الله ما بتاخد معنا كتير وقت بالتحضير. كذا مكون خلطناهم مع بعضهم، فوتناهم على الفرن وسقيناهم بهالقطر، وطلعت معنا أطيب هريسة. في ملاحظة بدي أقلكن إياها، إنه بس تحمروا من فوق بالفرن، ما تخلوا الصينية قريبة على النار من فوق، فبيصير بيطلع معكن الشكل ما حلو، بتطلع في بقع سودا. كرمال هيك بعدوا الصينية عن النار واتركوها تتحمر من فوق على مهلها، بيصير بيطلع معكن لون ذهبي وحلو بهيدا الشكل. شوفوا ما شاء الله لونها وشكلها كيف من فوق اخد اللون المطلوب،
وكيف من جوا كمان لونها رائع وقوامها بيجنن، منا أبدا معجنة، منا أبدا تقيلة، بالعكس بتدوب ذوبان بالتم. رهيبة عن جد، وصفة كتير سهلة وكتير نتيجتها حلوة. وهيك منكون وصلنا لنهاية الفيديو اليوم. جربوا هالهريسة واعطوني رأيكم فيها، وإن شاء الله كتير حتعجبكم. صحتين وهنا.